السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الحلوى اولا دوازتاي. كنسميوها الحلوى د البوق وكل واحد وكيفاش كيسميها. المهم ان مقاديرها بسيطه ومتوفره في كل بيت، وكذلك طريقتها سهله بزاف. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الأصدقاء والأحباب باش كتعم الفائدة. وندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج إن شاء الله لتحضير هاد الحلوى 250 غرام ديال الزبدة مارغرين، يعني ربعة الزبدة، كاس ديال الزيت النباتية يكون عامر، وكاس إلا ربع من السكر سنيدة، وكاس ديال الكوك عندي ما عمرش مزيان، تقدروا تستعملوا غير نصف كاس غير غنسم به الكوك. وإلا ما توفرش عندكم ماشي مشكل. وكذلك غادي نحتاج ان شاء الله جوج بيضات، خماره وحده قياس 8 غرام، وفاني وحده قياس 4.5 غرام، وعندي كذلك قبصه ديال الملح، وراس معلقه من بودره قشور البرتقال اللي سبق وحضرتهم معكم. تقدروا تعوضوهم بالقشور ديال الحامض ولا تكتفيو غير بالفاني. وغادي نحتاج كذلك بالنسبه للدقيق، عندي هنا 700 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. كناخد الزبده وغادي نضيف لها سكر سنيده كاس الا ربع. في العاده راه كنستعملوا كاس عامر، بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الحلاوه زايده استعملوا كاس عامر. بالنسبه لي انا كنستعمل غير كاس الا ربع. وكيجي المذاق مزيان. كنضيف قبصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وكذلك الفاني. صافي وغادي نخدم مزيان هاد الزبده. ضروري ما نخدموا الزبده مزيان مع سنيده. تقدروا تعوضوا سكر سنيده كذلك بالسكر كلاصي او لا سكر بودره. صافي وكنخدموا مزيان سنيده كيف ما كتشوفوا حتى كتدخل مزيان في هاد الزبده وكتخلط مزيان ما كتبقاش تبان. والزبده كذلك كترطاب شويه، كترجع فحال البوماد. يعني كتعرفوا بان المارغرين كتكون شويه، هاد المارغرين كتكون شويه قاصحه، ولكن نحاولوا نخدموها مزيان. يعني ضروري هاد المرحله الاولى نخدموا الزبده مزيان مع سنيده حتى كترجع على هاد الشكل. من بعد كنبدا نضيف الزيت غير شويه بشويه، ما غاديش نضيف الكاس كامل باش هكا ما كيبقاش يطير فينا الزيت. ملي كنخدموا هكا شويه بشويه كندخلوا في الزبده غير شويه بشويه باش ما يطيرش فيا الزيت. كيف ما ذكرت راه كاس عامر ديال الزيت. بالنسبه للزبده استعملوا اي زبده توفرت عندكم، ولكن ماشي ديال العلب، يعني الزبده اللي كتكون على هذا الشكل، مارغرين اللي كتكون على هذا الشكل اللي شفتوا معايا. وكنضيف الان البيض. عندي جوج بيضات كنخدمهم مزيان. يعني ملي كنضيفوا البيض كنوليو نخدموا الخليط مزيان 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 حتى كيتخلط هاد المقادير اللي استعملنا كاملين، كتخلط مزيان وكترجع على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. الان غادي نضيف هاد المنسم، قشور ديال البرتقال اللي كيبسوا كنطحنوهم، كنسبق وحضرتهم معكم. وعندي كذلك الكوك اللي غادي نسم به هاد الحلوى. الا ما توفرش راه ماشي مشكل، تقدروا تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري. انا كيعجبني المذاق ديالو، كيجي مواتي مع المذاق ديال الفاني مع قشور الحامض اولا مع هاد القشور ديال البرتقال مطحونين. صراحه كيجي المذاق رائع. كيف ما كتشوفوا انا راه ضفت شويه ديال الدقيق والخميره، خماره وحده قياس 8 غرام. وكنبدا نضيف الدقيق غير شويه بشويه، وانا كنجمع هاد الحلوى. يعني راه غير كنجمعوها، نحاولوا ما امكن ما نعجنوهاش. الا عجننا الحلوى ملي كطيب كتجي قاصحه في العضه. نحاولوا ندخلوا الدقيق وحنا غير كنجمعوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، غير كنجمعوه حتى ما كتبقاش تلتصق في اليد. عاد صافي كنحبسوا من اضافه الدقيق. كيف ما كتشوفوا انا راه ما كنعجنهاش تماما، ضروري هذا هو هذه هي الحاجه اللي كتميز هذه الحلوى وكتخليها تجي مرمله، وفي نفس الوقت كتجي في العضه مقرمله ومرمله، يعني ما تجيكمش قاصحه في العضه. الا عجنتوها راه ما كتجيش زوينه. غير غادي تجمعوها على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا انا راه استعملت الدقيق كامل 700 غرام كانت عندي معبوره.
نتوما على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي غتستعملوا، الا كان دقيق كيشرب ولا ما كيشربش، كذلك حجم البيض. من بعد كناخذ هاد البوق كيف ما كنسميوه، كنوضع فيه كميه من العجين وكنبدا نخرجها على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه ساهله ومعروفه. العجينه ضروري خصها تكون لينه ما تكونش قاصحه، باش هكا ملي كنبغيو نشكلوها ما كتعذبناش بسهوله كتخرج. وكذلك الحلوه ديالنا كتجي فتيه في العضه، ما كتجيش قاصحه، لان لا قصحنا العجينه غادي تجينا قاصحه. صافي بهذا الشكل نشكلها. تقدروا ديروهم صغيورين اولا لا اولا المهم القياس اللي بغيتو نتوما. كتحكموا في القياس ديال الحلوى، ديروها صغيره ديروها شويه طويله اللي بغيتو. المهم انا في العاده كنستعمل هذا القياس اللي كتشوفوا معايا، صراحه كيجي زوين مناسب. صافي غادي نشكل العجين اللي عندي كامل بهذا الشكل. يعني هاد العجينه راه تقدروا صراحه تقدروا تخرجوا منها شكيلات. غير انا بغيت نشارك معكم غير هاد الحلوه ديال كما كنسميوها الحلوه د البوق، كاين اللي كيسميها بشكيطو. المهم راها كتجي زوينه صراحه زوينه، انا ما كتخطانيش من الدار. غير كتسالي كنعاود نحضرها. لان مقاديرها دائما كيكونوا متوفرين في الدار. كيف ما شفتوا مقادير بسيطه، حتى بالنسبه لجوز الهند اولا الكوكي الا ما توفرش راه ماشي مشكل، كنحضرها شحال من مره بلا كوك. وها هي عندنا حليوه كنحتاجوها لدوازاتاي، تقدروا تحتاجوها حتى للكوتي الوليدات، علاش لا. دائما الحاجه اللي كنحضرها في الدار كتكون عندها قيمه غذائيه عاليه على الحاجه اللي كنشريوها جاهزه. الان راه عندي الفران كيسخن، يكون سخون مزيان، ونطيبوها على عافيه مهيله طيب على خاطرها. كالعافيه غير من التحت حتى كتبان لنا بدات كتحمر من الجوانب ديالها، عاد كنشعلوا لها العافيه تكون كذلك مهيله من الوجه ديالها. صافي ضروري نطيبوها على عافيه مهيله. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا كل ما طيبنا على عافيه مهيله كل ما كتحمر وكيجي عندها لون واحد. وكذلك كطيب حتى من الداخل على خاطرها كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه ومرمله ولذيذه بزاف. المنسم ديال قشر البرتقال مع الفاني مع الكوك عطاها واحد المذاق اللي هو مميز بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا الحلوه فتيه، كتعطي كميه اللي كبيره بزاف اكثر من 100 حبه. يعني الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا تخدموا غير النصف ديال المقادير، يعني ديروا غير 125 غرام د الزبده، بيضه وحده، وديروا نص كاس الزيت. يعني المقادير غادي تقسموهم على جوج وتخدموا بهم، وراه بسرعه غتكون عندكم حليوه في الدار اللي زوينه بزاف. تحتاجوها هكا لدوازتاي. تلقاوها عندكم دائما في الدار احسن من الحلوه اللي كنشريوها جاهزه. بزاف بزاف بزاف. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء والاحباب باش كتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبصحه وراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.